السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخواتي وحبايبي طلاب بريب 1 عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال دايمًا يا رب. النهارده هنرجع نتكلم في Unit 2. إحنا خلاص كده في تاني شهر. بإذن الله إحنا هنتكلم في امتحان الشهر التاني هنتكلم فيه عن Unit 2 كاملة وعن Unit 3 كاملة. Unit 2 عبارة عن 2 lessons. هنبدأ نتكلم عن الpotential energy في lesson 1 وعن الkinetic energy في lesson 2. طبعًا بالنسبة للpotential والkinetic energy والجزء بتاع الenergy عمومًا، مش أول مرّة إن إحنا ناخده. خدنا منهم لمحات أو نبذات بسيطة عنهم في grade 4 وعندنا فكرة إلى حدٍ ما عنهم شوية. طيب، فأنا باقول لو أنا هاتحرّك، جيت أنا قُلت لك اتحرّك من point لpoint لpoint لpoint. هابدأ مثلًا أتحرّك من هنا. أنت مثلًا خرجت من المدرسة، رُحت مثلًا تشتري فطار. رُحت بعد كده تجيب شيبسي مثلًا. رُحت بعد كده تعدّي على واحد صاحبك. بعد كده رُحت المدرسة. ده كُلّه اسمه path of movement، اسمه path of movement. يبقى الpath of movement أنا بالنسبة لي هي كل الpoints اللي أنا هاعدّي عليها through its إيه motion. يبقى أنا كل الpoints اللي أنا هاتحرك عندها لحد ما أنا هاوصل للمكان اللي أنا عاوز أوصل له، ده اسمه path of motion. يبقى path of motion أو path of movement هي set of points، مجموعة النقط that the object pass through during motion. طيب، عاوز أتكلم عن حاجة مهمة جدًا في الجزئية دي، هو الفرق ما بين الdistance والفرق ما بين الdisplacement. الفرق ما بين الdistance والdisplacement باقول لك إن أنا عندي الdistance هي الtotal length، كل الdistance اللي أنا هاتحركها. يعني مثلًا أنا هنا أهو هاتحرك من هنا، من الشجرة دي هنا اللي هي point A، هاروح لمين؟ للبيت اللي هنا. بعد كده هاروح لpoint B. فأنا هاتحرك من هنا لهنا 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 لهنا، ده distance. displacement هو shortest straight line. يبقى الديستانس بالنسبه لي هي مين؟ هي التوتال لينس، كل اللينس اللي انا اتحركه باي اوبجكت. طيب، فبعد كده اتحرك من يبقى هنا الديستانس هي توتال ديستانس من فين لفين، من الستارت بوينت للاند بوينت. طيب الديسبيسمنت قال لك والله هي شورتست ستريت لاين، اقصر ستريت لاين من فين لفين؟ قال لك من الستارت بوينت للاند بوينت، بس بشرط ان هو يكون ان كونستنت دايركشن او في وان دايركشن. يبقى انا كده بالنسبه لي لو انا اتحرك في وان دايركشن وشورتست ستريت لاين يبقى ده بالنسبه لي ديسبيسمنت. هتحرك كده اهو، ده ديستانس. يعني مثلا انا بتحرك اهو من البوينت اللي عندي دي، هوصل لحد هنا، بعد كده هرجع كده، بعد كده كده، وهكذا لحد ما اقف هنا. انا خدت المسار زجزاج باث، دي بالنسبه لي ديستانس. طيب لو انا مثلا كنت هنا كده اهو، هبدا من هنا هاجي لك كده، دي بالنسبه لي مين؟ ديسبيسمنت. دي بالنسبه لي ايه؟ ديسبيسمنت. فانا الباث المسار كله التوتال لينس اللي انا اتحركته في اول مره عشان اجي لك دي كانت ديستانس. لكن الستريت لاين لما انا اتحركت من البورد عندي لحد عندك هنا كده في ستريت لاين، وده شورتست ستريت لاين بالمناسبه وفي وان دايركشن، فبالتالي دي بالنسبه لي مين؟ ديسبيسمنت. طيب، يبقى هنا الديستانس هي التوتال لينس من الستارت بوينت للاند بوينت، لكن الديسبيسمنت منين؟ in one direction. ده الفرق ما بين الديستانس والديسبيسمنت. طيب، قال لك الميجرنج يونتس بتاعت الديستانس والديسبيسمنت هم نفس اليونت، سواء كانت بالكيلومتر او بالمتر او بالسنتيمتر. الفرق بس البسيط ان انا بقول مثلا في الديسبيسمنت الدايركشن معايا. يعني مثلا انا هقول لو انا هتحرك من هنا، من عندي هنا للكاميرا، الديستانس دي 5 مترز، فانا هنا اقول لك ان انا 5 مترز نورث اللي هو قدام. لكن انا لما هقول ديستانس اتحرك كده 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 كده، لا دي ما فيهاش اي دايركشن. تمام كده؟ يبقى الدايركشن بيكون فين؟ في الديسبيسمنت بس. طيب، في عندي هنا قلنا اليونتس بتاعتي يا اما تكون سنتيمتر، يا اما تكون متر، يا اما تكون كيلومتر. طيب، مين الكبير؟ اكيد الكيلومتر اكبر حاجه. طيب، هل ينفع احول من سنتيمتر لمتر؟ طبعا ينفع. طيب، من متر لكيلومتر؟ برضه ينفع. طيب، من كيلومتر لمتر؟ برضه ينفع. وهكذا برضه من متر سنتيمتر. طيب، هو دلوقتي المتر فيه كام سنتيمتر؟ والله المتر الواحد فيه 100 سنتيمتر. تمام. يبقى لو انا هحول من الصغير السنتيمتر للكبير اللي هو المتر، بعمل مين؟ ديفايد. يعني من الصغير للكبير بعمل ديفايد.
السنتيمتر فيه كام متر؟ 100. تمام. طيب لو انا هحول من متر بقى لسنتيمتر، من الكبير للصغير بعمل تايمز ونفس المين؟ نفس ال 100. طيب لو انا هحول من متر لكيلومتر كده بحول من صغير لكبير، من صغير لكبير فبعمل مين؟ ديفايد. طيب الكيلومتر فيه كام متر؟ 1000، يبقى هنا اوفر 1000، لكن هنا تبقى مين؟ باي 1000. ده بالنسبه لي مين؟ لو انا هحول من سنتيمتر لمتر هنا ديفايد 100، لكن من متر لكيلومتر ديفايد 1000. لو بحول من كيلومتر لمتر بعمل مين؟ باي 1000، ولو بحول من متر لسنتيمتر باي 100. فانا لو انا جيت اديتك مثلا اكزامبلز قلت لك 4 متر ايكوال نقط سنتيمتر، بعد كده قلت لك طيب 4 متر فيهم كام سنتيمتر؟ طيب فانا بحول من كبير اهو من متر لسنتيمتر اهو، يعمل كام؟ باي 100. طيب 4 باي 100 بكام؟ ب 400 سنتيمتر، يبقى ال 4 متر فيهم 400 سنتيمتر. طيب لو انا هحول بقى من متر لكيلومتر، قال لك اهو من الصغير للكبير فبعمل ديفايد، يبقى ديفايد كام؟ 1000 ايكوال كام؟ 4.5 كيلومتر. طيب ده بالنسبه لي الفرق ما بين مين ومين؟ ما بين السنتيمتر والكيلومتر والمتر لو انا هحول. طيب ده التحويله بتاعت الديستنس. طيب بالمره كده لو انا هاخد التحويله بتاعت التايم، انا عندي سكند اللي هي الثانيه، وعندي مينت اللي هي دقيقه، وعندي اور اللي هي مين؟ ساعه. طيب لو انا هحول من سكند لمينت، مين الكبير؟ اكيد السكند السكند اصغر من المينت. بحول من صغير لكبير بعمل مين؟ ديفايد. ديفايد كام؟ هي الدقيقه فيها كام ثانيه؟ 60، يبقى ديفايد 60. طيب من مينت لاور فيها كام؟ برضو 60، يبقى اوفر 60. طيب لا ينفع احول من اور لمينت؟ اه طبعا. الساعه فيها كام دقيقه؟ هنا باي 60، وهنا من كبير لصغير باي و60. طيب لو انا جيت قلت لك 3 مينت ايكوال نقط سكند، فانا هضرب 3 هنا باي كام؟ انا هحول من كبير لصغير، فدي باي 60 ايكوال 180 سكند. طيب لو انا جيت قلت لك عندي 90 مينت ايكوال نقط اور، طيب 90 مينت هعمل اوفر كام؟ 60، يبقى ديفايد 60 هتطلع كام؟ 1.5 اور. ده بالنسبه لي الفرق مين؟ التحويلات ما بين المينت والسكند وما الى اخره. نبدا بعد كده نرجع لقانون تاني عندنا. انا عندي هنا مثلث جميل جدا، عندي هنا مثلث حلو جميل كده، بيقول لك ان هنا ان الفي دي اللي هي السبيد ايكوال دي اللي هي ديستانس اوفر تايم، تايم اللي هو التي. يعني السبيد السرعه بتساوي ديستانس اوفر تايم. بمعنى ايه؟ لو انا جيت حركت من هنا كده، المسافه دي ولنفترض مثلا ان هي 50 متر، انا جريت من 50 مترز من هنا كده لحد عندك كده 50 مترز، تمام؟ انا خدت مثلا ال 50 مترز دول في 5 سكند، يبقى دي هنا التايم خدتهم في 5 سكند. طيب واحد تاني بقى، وانا جيت تاني مره خدت ال 50 مترز كده، قمت جاي واخدهم في قد ايه؟ في 10 سكند. تاني مره خدت ال 50 متر في 10 سكند. طيب هنا السبيد بتاعتي تبقى كام؟ ديستانس اوفر تايم اللي هتطلع كام؟ 10، لكن هنا تطلع كام؟ 5 متر بير سكند. لسه طبعا هنشرح، انا بس بوضح لك فكره يعني ايه سبيد اصلا. يبقى السبيد بتاعتي هو التوتال ديستانس، المسافه اللي انا هاخدها بالنسبه لي في الثانيه الواحده او في اليونت اوف ايه؟ اوف تايم، سواء بقى كنت بتعامل بالكيلومتر او بتعامل بالمتر او بتعامل بالمينت او بالسكند او بالاور، وده هنشوفه دلوقتي. يبقى انا كده دلوقتي السبيد اللي هي الفي ايكوال دي اوفر التي، يبقى الفي لو انا عايز اجيب الفي احط ايدي عليها اهو، يبقى الفي ايكوال دي اوفر التي.
طيب لو انا عاوز احسب التي احط ايه دي عليها؟ ايكوال مين؟ دي اوفر الفي. طب لو انا عاوز احسب مين؟ الدي اللي هي الديستانس، احط ايه دي عليها؟ بقى لي مين؟ في باي تي. طيب في مشكله كده؟ تمام. نيجي بعد كده بنيجي نقول ان الديستانس اليونت بتاعتها ايه؟ ممكن اقيسها بالمتر، ممكن اقيسها بالسنتيمتر، ممكن اقيسها بايه تاني؟ بالكيلومتر. طيب لو انا جيت عند التايم ممكن احسبه بالاور او بالمينت او بالسكند. طب السبيد مش انا عملت ديستانس اوفر تايم، فممكن يديني مين؟ سنتيمتر. طيب ممكن يكون سنتيمتر بير سكند مثلا، او متر بير سكند، او كيلومتر بير اور، او بقى متر بير مينت. ايا كان اليونت بتاعت الديستانس اللي مديها لي ايه، هعملها اوفر اليونت بتاعت التايم. طيب باجي بقول ان انا عندي ريليشن ما بين الديستانس وما بين التايم. بصوا يا جماعه خدوها قاعده عامه عندنا، اي اتنين فوق بعض كده ادي هنا في ما بينهم اوفر اهو، ده وده فوق بعض اهم، يبقى دايركت ريليشن. يعني ايه دايركت ريليشن؟ يعني انا لما هزود الديستانس، كل ما هزود الديستانس كل ما مين؟ كل ما السبيد انكريز. بمعنى ايه؟ دلوقتي احنا اتنين، انا اهو وحد جنبي اهو، تمام؟ طيب او انا بلاش نقول انا معايا قلم اهو وقلم اهو. طيب انا حذفت القلمين، القلمين خدوا بالظبط في الجو 5 ثواني، ده وصل 50 متر في الخمس ثواني دول، وصل كام؟ 50 متر، 50 متر في الخمس ثواني. وده خد قد ايه؟ 20 متر في الخمس ثواني. يبقى مين اسرع؟ اكيد ده اللي اسرع. ليه؟ لانه خد ديستانس اكبر، فالسبيد في ذا سيم تايم، في نفس الوقت، يعني نفس الوقت اللي انا يعني انا ثبت التايم، كل ما ازود الديستانس كل ما السبيد هتزيد. تمام؟ طيب ما بين الديستانس والتايم برضه دايركت ريليشن. تمام؟ لان انا جيت قلت لك ده وده، ده سرعته 5 متر بير سكند وده 5 متر بير سكند. طيب قلت لك انا هديهم، ده هيتحرك 10 سكند وده هيتحرك 5 سكند. هاجي ابص الاقي ده اتحرك قد ايه كده؟ 50 متر في الوقت ده، لكن ده يكون اتحرك كام؟ 25 متر. فاجي الاقي ان ده اسرع. ليه؟ لان هو خد وقت اكتر. طبعا بفرض ثبات السبيد، يبقى هنا دايركت. اي الاثنين تحت عكس بعض كده، ده مين؟ انفيرسلي ريليشن، عكس بعض. تمام كده؟ طيب يبقى ما بين الديستانس والسبيد دايركت، ما بين التايم والسبيد انفيرسلي عكس بعض. تمام كده؟ طيب يبقى انا فكره التايم ازاي؟ انا دلوقتي اتحركت مسافه 50 متر في 10 ثواني، وغيري اتحرك 50 متر في 5 ثواني، اكيد اللي خد وقت اقل وخد نفس المسافه هو ده اللي مين؟ هو ده اللي اسرع. تمام؟ طيب طيب تعالوا نشوف هنا الجزء ده. هنا بيقول لي in the opposite figure a person move from point A to point F، اتحرك الجزء ده. طب تفتكروا الديستانس كلها هي مين؟ هو التوتال لينس او التوتال باث اللي انا اتحرك فيه. اتحركت 7 واتحركت 2 واتحركت 4 واتحركت 3 واتحركت 3، هتبقى كام؟ الديستانس كلها 7 بلس 2 بلس 4 بلس 3 بلس 3 ايكوال 19. كده 9 و4 13 13 19. تمام. ديسبيسمنت، احسب الديسبيسمنت ازاي؟ قال لك هو شورتست ستريت لاين، يبقى لما هتحرك ديسبيسمنت لما انا هتحرك كده. طيب دي كلها بكام؟ ما انا ما اعرفش. تعالى كده دي بكام؟ ب 2 متر اهي، فاكيد الحته اللي قدامها هتبقى ب 2. ودي بكام؟ ب 3، الحته اللي قدامها هتبقى ب 3. طيب 2 و 3 هتبقى كام؟ 5. يبقى دي هنا 5 متر. طيب اجي بعد كده بقول السبيد، هي السبيد ايكوال مين؟ ديستانس، يبقى ال v equal distance over time. الديستانس بكام؟ 19. التايم بكام؟ ب 3. فلما اجي احسبها الكالكوليتور 19 over 3 ادتني كام؟ 6.3
متر بير سكند. خلي بالك من اليونت، خلي بالك لما انا هاجي هعمل اوفر هيطلع لي رقم بالشكل ده، لا هدوس على اس اند دي فاخده بالشكل ده، ما بكتبش كده، لا بكتب الرقم اللي بيكون بالشكل ده، بكتب اول رقم اللي هو الرقم العادي وباخد رقمين او رقم قبل الدوت او على الناحيه الثانيه يعني. فهنا كتبت 6.3. طيب بعد كده بقول لك the opposite figure illustrate the path taken by object from point A to point D، يعني هو اتحرك الجزء ده كله. قال لك الديستانس بكام؟ هو اتحرك 24 و12 و24، يبقى 24 بلس 12 بلس 24 equal 60 متر. نيجي هنا للديسبيسمنت، هي شورتست ستريت لاين، فانا اتحرك من الاي للدي، ما هو اكيد ده ايكوال ده، فاكيد ده ايكوال ده هنا، يبقى ده بكام؟ ب 12 متر. طيب باجي بعد كده بحسب السبيد ايكوال مين؟ ديستانس اوفر تايم، الديستانس بكام؟ ب 60. هو التايم بكام؟ 10 بلس 6 بلس 14 اللي هم كام؟ 30 ايكوال 2 متر بير سكند. طيب ده بالنسبه للجزء بتاع مين مثلا. طيب هنا بيقول لك limit your speed during riding vehicles، يبقى انت سايق العربيات يعني او اي vehicles اي وسيله مواصلات، حاول تعمل مين؟ limit your speed، قلل سرعتك ليه؟ to decrease your road accident، عشان تقلل الحوادث يعني. طيب نيجي بعد كده للجزء بتاع الورك، فانا بقول لك بص عندك هنا في الشكل اللي قدامك ده، بص البنت دي الفورس بتاعتي كده بزق في الدايركشن ده، فدي هنا ده الجزء او الدايركشن اوف مين؟ اوف اكتنج فورس، الدايركشن بتاع الفورس كده وقت ما بزق، فطبيعي الاوبجكت هيتحرك ازاي؟ هيتحرك بالمنظر ده. تمام، يبقى هنا كده بتعمل ورك، طبعا بتعمل ورك. ليه؟ هو الورك ده لو انا هتحرك ديستنس، بمعنى انا دلوقتي قاعد بزق في الحيطه، بزق في الحيطه، بزق، هل الحيطه اتحركت؟ لا، مهما ازق الحيطه مش هتتحرك، يبقى معنى كده مين؟ ان الورك بتاعي بزيرو، مفيش ورك انا عملته، يبقى لازم عشان يبقى في ورك يبقى في مين؟ يبقى في ديستانس اتحركت، في ديستانس في ورك، مفيش ديستانس مفيش ورك. زي كده بتاعت المسلسل بتاع في رسم في بوسي، مفيش رسم مفيش بوسي، هو في ديستانس يبقى في ورك، مفيش ديستانس مفيش ورك. طيب فانا هنا الاوبجكت عندي هنا يتحرك، فهنا في مين؟ عادي جدا في ورك. طيب هنا ترفع الاوبجكت لفوق، فده بالنسبه لي مين؟ دايركشن اوف فورس لفوق، تو ابورد، فطبيعي الاوبجكت عندي هيتحرك تو ابورد. هل هنا اتحرك صح؟ يبقى معنى كده مين؟ ان هنا في ورك. طيب باجي في اللي بعده، انا قاعد في مكاني، هل في ديستانس؟ لا، في ديستانس في ورك، مفيش ديستانس مفيش ورك، وبالتالي هنا مفيش ورك عشان هنا ايه؟ ات ريست، مفيش ديستانس. طيب باجي هنا بقول ان الدايركشن بتاع الفورس لتحت، ليه؟ قال لك ان هي بتتحرك كده، فهنا بريبنديكولار عمودي، هي الانجل هنا كده لازم يكون في انجل عشان تتحرك، فهنا الانجل بريبنديكولار اهو كده اهو بريبنديكولار، فمفيش انجل بالنسبه لي، فهنا الاكتنج فورس لتحت. طيب وهي تتحرك ازاي كده؟ فادي هنا ده الدايركشن مختلف عن الدايركشن هنا، وبالتالي مفيش مين؟ ورك. ليه؟ قال لك ان الدايركشن بتاع الفورس بريبنديكولار على الدايركشن بتاع الموشن. فانا بقول لك الورك هو amount of energy، هو الانرجي required اللي انا محتاجها to move object from place to another، ولازم يكون في عندي مين؟ displacement. طيب يبقى ال W اللي هو الورك equal F by S، S دي اللي هي displacement، يبقى هنا بقول ال W اللي هي الورك equal S اللي هي displacement باي مين؟ الاف اللي هي مين؟ الفورس اللي هي القوه يعني. طيب باجي بقول ان الورك اليونت بتاعتي اسمها جول، واليونت بتاعت الفورس اسمها نيوتن، واليونت بتاعت الديسبيسمنت المتر. في مشكله كده؟
يبقى هنا اليونت بتاعتي الورك جول، وبتاعت الفورس نيوتن، وبتاعت الديسبيسمنت متر. طيب هنا بيقول لك ليه الولد ده مهما هيزق في الحيطه هنا مش بيعمل ورك؟ ليه؟ بيكوز ذا displacement ايكوال زيرو، ما فيش displacement. فلو الفورس الفورس عنده مليار، فهنا اي رقم باي زيرو بزيرو، فبالتالي هنا ما فيش ايه؟ ما فيش ورك الولد بيعمله. ادي هنا مسائل. تعالوا نشوف المساله اللي هنا بتقول ايه. هنا بيقول لي if the work done by an object، قال لك ان اللي اتحرك ديستانس قد ايه؟ 2 متر، فدي الاس هنا ب 2، والدبليو بكام؟ قال لك 400 جول. عايز احسب الاف، ما هي الاف عاوز اجيب الاف ايكوال مين؟ دبليو اوفر اس. يبقى دبليو اوفر اس، الدبليو بكام؟ شاطر 400، والاس بكام؟ 2. طيب ايكوال 200 نيوتن. طيب نيجي اللي بعده. هنا عاوز يحسب الدي اللي هي الاس. طيب بعد كده بيقول لك ان الاوبجكت ترافل الفورس، وهنا المساله هنا في رقم ناقص، بس بفرضا يعني ان هنا ان فورس از 30 نيوتن، فدي هنا 30 وهنا الدبليو ب 600 زي ما مدالي هنا اهو. فالاس ايكوال مين؟ دبليو اوفر اف. الدبليو بكام؟ 600، الاف بكام؟ 30، ايكوال 20 متر. تمام. طيب هنا بيقول لي the following figure shows the amount of work performed by 4 robots. Lift the number of bricks to the different height. ده الفورس بتاعته 2، وهنا الفورس بتاعته 30 20، هنا الفورس بتاعته 30، هنا الفورس بتاعته 10، هنا الفورس بتاعته 30. طيب what is the number of robot perform the least work؟ مين اللي بيعمل least work؟ اقل ورك عندي اكيد الراجل ده. ليه؟ لان الفورس بتاعته 10 نيوتن بس. يبقى هنا اقل واحد عندي اللي هو مين؟ نمبر 3، باعتبار ان ده 1 2 3 4. the number of robots، ادي هنا نمبر 3، انا كده مين؟ عندي 2 روبوتس يعني، او هنا 1 روبوت، سوري 1 روبوت. the number of robot perform the greatest work، مين اكتر واحد بيعمل work؟ اللي هو 2 و4، يبقى دول قد ايه؟ 2 روبوتس. the number of the 2 robots that perform the same work، لسه قايلين هم 2 و4. تمام كده. ده بالنسبه للجزء بتاع مين؟ الورك. طيب نخش للانرجي. الانرجي معناها ايه؟ الانرجي معناها ability to do work. يبقى كده الانرجي معناها ايه؟ it's ability to do work. واي انرجي عندي اليونت بتاعتها جول، سواء كانت بوتنشال انرجي وكاينيتيك انرجي. يبقى انا عندي كده اول حاجه الانرجي هي مين؟ هي ability to do work. يبقى الانرجي هي ability to do work. اليونت بتاعتي جول. قال لك هقسمها لنوعين اللي انا هدرسهم، بوتنشال انرجي وكاينيتيك انرجي. يبقى انا عندي كده الفورمز اوف انرجي هم مين؟ بوتنشال انرجي وكاينيتيك انرجي. فانا بقول لك ان البوتنشال انرجي هي انرجي ستورد ان ان اوبجكت، هي انرجي ستورد يعني متخزنه ان ان اوبجكت. قال لك ازاي؟ قال لك لو انا عندي هنا، انا جبت الكرسي ورحت جاي قعدت على الكرسي كده اهو. طيب انا هنا على الكرسي هنا، هل انا بتحرك؟ لا، انا في مكاني. فانا هنا بعمل ايه؟ ستور للانرجي، مخزن الانرجي عندي، ما بتحركش. تمام. طيب ايه شرط ان هو يكون في بوتنشال انرجي؟ ان يكون انا عندي ماس وفي ديستنس، يعني انا مش على الارض، في ديستنس ما بيني وما بين الارض. زي مثلا القلم ده هنا كده، القلم هنا اهو ليه ماس، لو انا حطيته على الميزان هيديني رقم. طيب هل ليه ديستنس؟ ما هو مش على الارض، في ديستنس ما بينه وما بين الارض. طيب لو في اوبجكت، لو القلم ده على الارض، هل عنده بوتنشال انرجي؟ لا. ليه؟ لان هو بالنسبه لي كده مفيش هايت. طيب فانا بقول لك ان ده البوتنشال انرجي بيتاثر بحاجتين، بالدبليو اللي هو الويت، والاتش اللي هو مين؟ الهايت. طيب تفتكروا كده لو انا جبت
هنا كورتين، يعني جبت هنا خد رمل كده اهو، تمام، وجبت كورتين، كورة تنس وكورة بولينج. طبعا كورة البولينج تقيلة وكورة التنس صغيرة. لو انا جيت حذفتهم في طبق الرمل ده، ايه اللي هيحصل؟ اكيد الحفرة اللي هتعملها كورة البولينج اكبر من الحفرة اللي هتعملها كورة التنس. ليه؟ لان الويت وزنها اكبر من الويت بتاع مين؟ بتاع المين؟ كرة التنس. فكل ما الويت انكريز البوتنشال انرجي اللي هيحصل لها انكريز. طيب تاني حاجه هتاثر معايا مين؟ الهايت. ازاي؟ قال لك لو انا جيت دلوقتي جبت كورتين بولينج مثلا، واحده حذفتها من 2 متر والثانيه من 10 متر، مين اللي هتعمل حفره في الرمل اكبر؟ اكيد ال 10 متر. يبقى كل ما هزود الهايت كل ما ايه اللي هيزيد عندي؟ البوتنشال انرجي. يبقى البوتنشال انرجي عندي بتزيد بحاجتين، ايه هما؟ اول حاجه هي الويت، اول حاجه هي مين؟ الويت. تاني حاجه هي الهايت. فانا عشان كده بقول ان انا عندي قانون بيقول ايه؟ ان ال W equal BE over H. ال W دي اللي هي الورك، ال BE اللي هي البوتنشال انرجي، هنا سوري ويت، سوري ويت، والاتش ده اللي هو مين؟ هايت. طيب البوتنشال انرجي بتتقاس بمين؟ قال لك بالجول، والهايت بالمتر، والورك او سوري هنا الويت بالنيوتن. طيب خلي بالك ان انا عندي قانون قديم من الترم اللي فات بيقول لك ايه بقى؟ ان ال W equal M by G. ال W هنا اللي هي الويت equal mass by gravity. لو انا جيت قلت لك دلوقتي ان انا عندي اوبجكت الويت بتاع الماس بتاعته 3 كيلو جرام، يبقى الويت بتاعته كام؟ بضرب 3 باي 10 او 3 باي 9.8 على حسب الرقم اللي بيديهولي. دي كانت مسائل الترم اللي فات. طيب نيجي نشوف هنا problems. بيقول لي calculate the potential energy. اكبر والهضم. calculate the potential energy of cat. قال لك الماس بتاعت ادي هنا مديني الماس، تمام، ومديني الجي، فانا محتاج اجيب اول حاجه ال W equal M by G. الام بكام؟ 5. الجي بكام؟ ب 10 equal 50 نيوتن. تمام، يبقى ال W عندي بكام؟ 50. قال لي الهايت بتاعي كام؟ 2 متر. يبقى ال BE equal W by H. ال W بكام؟ 50 باي 2 equal كام؟ 100. اليونت بتاعت البي اي قلت لك اي انرجي اليونت عندي ثابته اللي هي الجول. طيب نيجي هنا بيقول لي كالكوليت ذا هايت، يبقى انا محتاج الاتش، يبقى الاتش ايكوال مين؟ بي اي اوفر دبليو. طيب يبقى هنا الاتش ايكوال بي اي اوفر دبليو ايكوال. طيب قال لك ان البي اي بكام؟ بوتنشال انرجي ب 10. الدبليو الويت بكام؟ 4 ايكوال 2.5 متر. تمام كده. طيب تعال نشوف اللي بعده. بعد كده بيقول لي in the opposite figure 3 identical solid balls. عندي 3 كور قد بعض بالظبط dropped from 3 different height. هوقعهم من اماكن مختلفه. what type of energy؟ انهي energy stored؟ طالما قال لك stored من غير ما تفكر، الستورد هي potential energy. يبقى الستورد على طول اول ما الاقي stored potential energy. هنا بيقول لك which ball create the smallest hole inside. مين اقل واحده تعمل حفره في الرمل؟ مين؟ اكيد الصغير اللي هي ايه، اللي هو اقل ارتفاع يعني ايه. ليه؟ because it has least اقل مين؟ displacement. least يعني اقل. طيب what's meant by the potential energy of an object 20 جول. what's meant by ده بجاوب عليه ازاي؟ بقول لك that's mean او it's mean، وتكتب الديفينيشن بتاع البوتنشال انرجي اللي هي energy stored in an object، واكتب الرقم is 20 جول.
يبقى دايما واتس مين باي بجاوب عليه ازاي؟ بكتب اتس مين في الاول، وبكتب الديفينيشن بتاع الحاجه اللي انا عايزها، وفي الاخر بكتب مين الرقم اللي هو مديهولي. ده السؤال اللي هو بتاع مين واتس مين باي، دي طريقه الاجابه عليه. باجي بعد كده بقول انا عندي حاجه اسمها فاريبلز، متغيرات. المتغيرات انا بقول لك ان انا عندي 3 تايبس. قال لك اول حاجه عندي اندبندنت، وعندي ديبندنت، وعندي كنترولد. قال لك الاندبندنت دي هي اللي بتسبب التغير. بمعنى انا جيت دلوقتي، ناخدها بمثال، ركز معايا كده هنا. انا عندي بلانت هنا اهو. قال لك في الاول هجيب نباتين زي بعض بالظبط اهو، تمام. قال لك هحط عليهم كميات مختلفه من الميه. يبقى انا كده مين مين هنا اللي بيتغير؟ اللي بيغير لي في الباقي، اللي انا بتحكم فيه، هو مين؟ الووتر. هنا احط كميه ووتر هنا مختلفه عن هنا، فده بالنسبه لي مين؟ اندبندنت فاريبل. طيب ديبندنت بقى فاريبل اللي هيتغير بقى عندي هنا نتيجه تغير الميه. قال لك الجروث اوف بلانت، نمو النبات نفسه هو اللي هيتغير. طيب مين هنا الكنترولد؟ الحاجات اللي هي ثوابت مش هتتغير، مش هلعب فيها. قلنا الكنترول هتفضل ثابته زي مين؟ قال لك نمبر اند تايب اوف سيدز. هل انا دلوقتي هيأثر معايا في عدد البذور اللي انا رميتها؟ لا خلاص. ولا هيأثر في نوعها. يعني مثلا انا زارع مثلا سان فلاور، هل هينفع الاقيه نوع ورد تاني؟ اكيد لا، مهما غيرت كميه الميه نوعهم وعددهم ثابت. تاني حاجه amount of soil type and amount of soil، كميه التربه اللي انا حاططها ونوعها مش هيتغير، هتفضل هي. تالت حاجه amount of light، لان انا ثبت نفس اللايت، ما غيرتش فيه حاجه. طيب انا ايه بقى لازمتي بالكلام ده وانا محتاج منه ايه؟ هقول لك انا دلوقتي. طيب فانا بقول لك انا دلوقتي كيميكال انرجي، ما هو انا كلت، تمام، بس مش كلت شحم لا طيب انا دلوقتي كلت وعندي فود، فهنا بيستور بوتنشال انرجي نوعها كيميكال انرجي. يبقى انا كده لو انا كلت بيبقى عندي بوتنشال انرجي نوعها ايه؟ نوعها كيميكال انرجي. فانا بقول لك البوتنشال اللي هي الكيميكال دي بتتحول لايه؟ تتحول لكاينيتيك، ما انا هتحرك، انا مش هقعد في مكاني. طيب تعالوا بس كده نرجع لهنا كده، الجزء اللي احنا قلنا عليه بتاع البي اي والدبليو والاتش. مش احنا قلنا ان احنا هنجيب تجربه اول مره هجيب فيها كورتين، واحده تنس واحده بولينج، تمام؟ طيب مين هنا الاندبندنت فاريبل؟ الفرق ما بين انا هغير هنا في ايه؟ في الماس. يبقى الاندبندنت هنا الماس. طيب الديبندنت مين اللي هيتغير؟ البوتنشال انرجي. طب مين اللي ثابت؟ الكنترول ده هنا مين اللي انا ثبته؟ اكيد كميه الرمل اماونت اوف ساند. وتاني حاجه برضه انا ما غيرتهاش هي مين؟ هي الهايت. هو كده كده الاثنين هدفهم من نفس المكان. طيب في تاني تجربه جبت كورتين بولينج وحذفتهم من نفس المكان. طيب يبقى هنا كده او كورتين بولينج قد بعض بالظبط، حذفت واحده من 2 متر واحده من 10 متر. مين هنا بالنسبه لي الديبندنت اللي اتغير؟ البوتنشال انرجي. مين الديبندنت او الاندبندنت اللي انا غيرته في الاول؟ غيرت الهايت، ما هو نفس الماس، فانا غيرت الهايت اللي انا غيرته بنفسي، ده الاندبندنت. اللي هيتغير بناء على اللي انا غيرته ده الديبندنت. يعني البوتنشال انرجي هتتغير. انا غيرت في الهايت، حطيت واحده عند 2 متر والثانيه حطيتها عند 10 متر، فبالتالي اللي عند 10 متر اللي انا غيرت في الهايت بتاعها فده الاندبندنت. مين اللي اتغير؟ البوتنشال، فدي ديبندنت. طب مين اللي بالنسبه لي ثابت؟ اماونت اوف ساند، محدش جه جنبها. الويت محدش جه جنبها لان كده كده نفس الكورتين، فبالتالي دي بالنسبه لي مين؟ ثابته. ده بالنسبه للجزء مين بتاع الديبندنت. طيب تعالى هنا كده ركز معايا بقى كده في الحته اللي جايه دي، عشان الحته الجايه دي ايه؟ تعوض. باجي اقول لك ايه ده يا جدعان؟ ده ايه ده؟ البي اي ايكوال دبليو باي اتش، دي احنا متفقين عليها وما فيهاش اي مشكله. طيب مش احنا قلنا ما بين اللي فوق بعض كده دايركت ودول برضو دايركت ودول مالهم انفيرسلي عكس بعض؟ طيب
يعني ايه دايركتلي؟ فانا بقول لك by increasing weight، لو انا هزود الويت تو دبل، يبقى لو الويت ده هزوده للدبل، يبقى البوتنشال انرجي البي اي انكريز برضه تو دبل. يبقى لو انا زودت الدبليو ده للدبل، ايه اللي هيحصل؟ البي اي هتزيد للدبل. طب قللت الدبليو لهاف، يبقى البوتنشال انرجي هتقل للهاف. تمام؟ طيب نفس الفكره بقى ما بين مين ومين؟ ما بين البي اي والاتش. كل ما هزود الاتش للدبل دي هتزيد للدبل، قللت للهاف هتقل للهاف، قللت للكوارتر هتقل لكوارتر، زودت العب سلام دي هتزيد عب سلام قدها. طيب فهنا بيقول لك ان اوبجكت ويت از دبل، يبقى البوتنشال انرجي برضه انكريس ودبل. قال لك الهايت دبل فهتبقى دبل، وهكذا كل واحده فيهم ايه؟ نفس الفكره. عايز هنا بقى اليونت. الديسبيسمنت انا قلت بتتقاس بالايه؟ بالمتر او السنتيمتر او الكيلومتر. طيب التايم بالسكند او بالمينت او بالاور. السبيد قال لك متر بير سكند او كيلومتر بير اور، ناخد اتنين. الورك بمين؟ بالجول. الفورس نيوتن. الويت نيوتن. البوتنشال انرجي بالجول. طيب ده كده بالنسبه لي ليسون 1. طيب هنشرح ليسون 2 وبعد كده نحل على مين؟ على التو ليسونز.